مع طلوع الفجر سار حمزة بين الأشجار الكثيفة يبحث عن مغامرة جميلة تقربه من عظمة الله. وبينما هو يتأمل الطبيعة الجميلة لمح فتحة مظلمة خلف الصخور. دخل حمزة المغارة ببطء يضيء طريقه بمشعل صغير، وكل خطوة تزيده دهشة. فجأة بدأ المكان يهتز بشدة، انغلقت المغارة ولم يعد هناك مخرج. جلس حمزة على الأرض ورفع يديه نحو السماء. بدأ يتذكر أعماله الصالحة التي قدمها لوجه الله تعالى. بدأت الصخرة تتحرك ببطء وتبتعد عن باب المغارة كأن الدعاء استجيب. خرج حمزة فرحاً مسروراً خارج المغارة إلى النور بعد ظلام طويل. عاد حمزة إلى بيته وقد ازداد إيمانه وثباته.